دايره منه اليومين دول. انا يا جماعه عايزين نرد عليه بايه؟ بس انتوا الناس كلها فهمت كل حاجه والناس عرفت كل حاجه. في البدايه حاول ان هو يطلع عليا اشاعه ويوقع ما بيني وما بين حسن، وما عرفش. وحسن وانا وحسن بنفسه طلع وقال ان علاقتنا كويسه جدا ببعض. حاول ان هو يوقع بيني وبين نسايبي، ما عرفش. والحمد لله علاقتي كويسه جدا جدا بنسايبي، والحمد لله ناس محترمين. حاول ان هو يعني عمال يعمل محاولات لدرجه ان هو وصل بقى لاخر حاجه خالص بقى، ان هو يطلع امي بطريقه وبصوره وحشه جدا 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 قدام الناس، وجاب لها الكلام. ربنا يهديه ويسلط عليه نفسه بجد، لان هو انسان غير سوي، انسان غير سوي، مريض، حاقد. المفروض انا يا جماعه ما تستنيش مني اي رد تاني، لان الصوره كلها كملت قدام منكم. شوفوا كان بادئ القصه بايه؟ كان بادئ القصه بان هو بينزل على المنتدى ويقول لك ايه: انا بنصحك وما تاخدوش تحدي، انا خايف عليك. لما جيت زنقت وبرأت نفسي وطلعت المكالمه بتاعت ابويا ان علاقتي كويسه جدا باهلي، وان مفيش الكلام اللي هو بيقول ده كله، انه بيقول ان كله قاطع علاقته بيك وانا بنصحك ودي الطريقه الوحيده، راح جاي مفلفص وايه وداخل على حوار حسن. لما برضه حسن جه اتزنق في الحته دي راح مفلفص وراح داخل على حوار تاني بتاع نسايبي. لما اتزنق راح مفلفص وراح داخل ايه، قال للحاجه يلا بقى يا حاجه عندنا طالعه ويلا بينا ايه، وربنا يهديه ويصلح له حاله ويهديه لنفسه. خلصت الحكاية، وهي دي النهاية. بتسجيلات محمد هيخرج بتسجيلات من تليفونه. نصيحة مهمة جدا. رد فعل الحاج جابر في آخر فيديو ظهر على قناة حسن مفاجأة، صدمة للجميع. هل يا ترى فعلا الحاج رزق هو سبب الخلاف كله؟ طبعا كان في مشكلة، وانا قلت لكم الفيديو اللي فات اللي على نفس القناه قلت لكم ان هي كانت ترتيب من البدايه، ان هو كان لفت الانظار للقنوات فقط لا غير، وزي ما بينعمل كل فتره كده اكنهم زعلانين من بعض ويرجعوا يتصالحوا والموضوع خلص. ولكن تدخل بعض الاطراف الخارجيه زي عيله نسايب محمد كان هو ده اللي خلف الخطه وربك الدنيا وخلى الدنيا اختلفت وكل الترتيبات اتغيرت للاسف. كانت الفكره زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ممكن ترجعوا له هتفهموا التفاصيل. مش عايز اطول عليكم ومش عايز ان انا اعيد نفس الكلام، لكن رد الحاج جابر وضح بعض الامور. ان الخلاف كان يعتبر انتهى، ولكن رجع الخلاف بسبب ردود افعال الحاج رزق واولاده، وان هم كانوا مصرين على انهم اتهانوا فعايزين ياخدوا حقهم. ولكن على راي الناس الكبيره وراي المثل، النسب زي اللبن ما ينفعش يتعكر، وكان المفروض ان اهل البنت دايما لازم يطاطوا عشان مستقبل بنتهم وحياه بنتهم ما تبصش وما تلخبطش. ولكن محمد انفعل ونزل بستوري حالا من وقت قليل جدا ان هو يطلع تسجيلات على تليفونه بينه وبين والده وبينه وبين اخواته. طبعا الخلاف اللي نشأه حمدي للاسف، وكان الغرض منه ترويج ولفت الانظار للقنوات عشان السبوع والكلام من ده، انقلب واتغير للاسف. وكان يعني مش عارف اقول ان هو بدأ يبقى فيه مساوئ كبيرة جدا، ومحمد بدأ ينضغط نفسيا. كان لازم نركز في كلام الحاج جابر واللي وجهه لعيلة رزق، واللي قال له بصريح العبارة الموضوع كان خلص والموضوع كان انحل، بس انت سبب المشكلة. نتمنى ان الحاج رزق ما يطلعش يرد وتبقى مسلسل والموضوع يطول. طبعا بالنسبة لقنوات النقد او قنوات الرياكت نفسها ومنعينها الموضوع ما يخلصش. الموضوع ده انه في كلام، في قنوات كتير ما وراش حاجة اصلا غير انها تعيد وتزيد في نفس الكلام واي هري في اي هري. لكن انا مش هقول انا مين ولا كده ولا، بس انا هقول لكم على التفاصيل الديتيلز السريعه كده. اتمنى الصلح بينهم، لان دول مهما كان في الاول والاخر اخوات مرجوعهم لبعض. مهما كان الخلاف، مهما كان الزعل، مش ما توصلوش المرحله اللي زي ما احنا بنقول دايما السلايف، مركب السلايف غارت ومركب الضراير صارت. والمثل ده متعارف عند كل الناس ان المركب اللي فيه سلايف دايما بيغرق، ودايما واللي في المركب اللي فيه ضراير بيمشي، لكن السلايف دايما بتغرق المركب. كل واحده عايزه تبقى هي رئيس للمركب، وكل واحده عايزه دفتها هي اللي تبقى سايده، كل واحده عايزه تبقى هي باينه اللي هي الاحسن والتانيه اوحش، وده معتاد. بس اتمنى ان يكون الاخوات بينهم وبين بعض الفه وتآلف، وبلاش يعملوا مشاكل مع بعض. الحاج جابر وجه كلامه كله لمحمد، بالرغم ان محمد في التسريب
المكالمه الاخرانيه واللي والده قال له في الفيديو انا زعلان منك ان انت طلعتها، هو كان بيوجه كلامه ان حمدي ده فاضي وان هو ما وروش حاجه وربنا يهدي له نفسه وربنا يعقله والكلام ده. فكان باين في الفيديو في التسجيل اللي فات من محمد طلعه ان حمدي هو اللي مخطئ. دلوقتي الصوره انقلمت وده شيء غريب. يعني انا شايف ان حمدي له ضغط شويه في الموضوع وان هم بيسمعوا منه اكتر شويه، وده الواضح. فهنا من موقعي هذا انا بنصح محمد، اسمع كلام اخوك، اسمع كلام ابن عمك، بلاش تطلع تسريب مكالمات زي ما انت طلعت على الستوري ان انت هيبقى في فيديو جاي وهيبقى دي النهايه وهتسميه دي النهايه. بلاش تبقى النهايه بينك وبين اخواتك بالشكل ده. بلاش تطلع تسريبات وانت عاقل من اول الموضوع. بلاش تخلي الضغط النفسي يعمل ازمه اكبر او يوصلك لازمه اكبر. وزي ما قلت لكم في قنوات كتير وناس كتير ما حب ما عليها ان الموضوع يشعل النار والدنيا تدنها زيطه عشان الكلام ما يخلصش. لكن انا بنيه صافيه بنيه خالصه بقول لكم من اخوكم، بلاش توصلوا الموضوع لازمه كبيره جدا بينكم وبين بعض. ناس كتير هتستغلها وناس كتير هتستفيد من وراكم بالشر مش بالخير. اللي عنده كلمه خير يقولها احسن ما من الشر. يعني يا ريت يا محمد راجع نفسك وحاول تتواصل مع اخواتك، حاول تهدي الامور. انا شايف ان اخر فيديو النسائب محمد قالوا ان خلاص مش هيبقى فيه كلام في الموضوع ده تاني ومش هيفتحوا في المواضيع وممكن الامور تهدى لحد كده. بس اظن من وجهة نظري يعني ان هيكون في رد على الفيديو اللي عمله الحاج جابر من عيلة رزق عشان خاطر لازم ايه يوضحوا الامر، فعشان خاطر والكلام هيزيد وكل واحد هيحاول يبرر موقفه قدام الناس. يعني الحاج رزق هيحاول يطلع ويوضح ويرد على الحاج جابر، بس انا شايف ان الحاج جابر كان كلامه كلام عاقل. بعيدا بقى عن عشان بس ما حدش يقول لي انت عشان قريبهم، انت عشان شكلهم، انت عشان مش عارف ايه. انا بتكلم كلام بما يرضي الله وكلام واقعي. انا شايف ان الحاج جابر راجل كبير، راجل محترم، بيتكلم بعقل، بيتكلم ان الامور بلاش حد يتدخل فيها عشان تصفى والامور ترجع بقى تهدى والامور تمشي وتبقى الدنيا هاديه وترجع الامور الى مجراها الطبيعي. بعيدا عن بقى يعني انا واحد من الناس ما بقولش لمحمد ارجع اعمل فيديوهات مع العيله وسيب السفر وارجع، لا. زي ما الحاج جابر قال له كده، خليك في حياتك، خليك في دنيتك، انسى حكايه ان طلق مراتك والكلام ده. محدش يقبل بالكلام ده، واللي يقول لك حاجه زي كده يبقى ده حرام عليه، دي افتراء، ده ظلم. البنت ربنا يحفظها بنت مؤدبه ومحترمه وبتحب زوجها وعايشين دلوقتي في تفاهم وحب، فربنا يصلح لهم حالهم محمد وزوجته الاء. نتمنى من جميع الاطراف بلاش يهيجوا الامور، ونتمنى كمان من حمدي بلاش ضغط على اخوك. ان كان العيله كلها بتسمع لك، محمد برضو طلع استوريهات النهارده وبيوضح فيها ان اخته ان هو كان بيحب اخته اللي توفت، بيحب اخته ام سلمى واقفه معاه وبتسانده. ولاد اخته زياد واخواته بيحاولوا يساندوا برضو خالهم وبيحبوه وبيتواصلوا معاه. المسانده والحب متوفر بين جميع الاطراف. نتمنى ربنا يهدي حال الجميع. ومحمد نصيحه اخ، راود نفسك، بلاش موضوع التسجيلات ده حتى لو مؤقتا. ما تبررش ان انت كويس وهم وحشين. في الاول والاخر مهما كان دول اخواتك، حمدي مهما كان لو خطأ فيك وغلط فيك وقوم الدنيا عليك وقوم اخواتك وقوم ابوك وقوم امك عليهم، هم برضو دي ابنهم وبيحاولوا يلطفوا بين جميع الاطراف، بيجوا يضغطوا عليك شويه. انا شايف من الاول يا محمد ان انت من زمان طيب وانت اللي شايل الضغوطات كلها، فربنا يهدي لك حالك وربنا يوفق لك حالك. بس نصيحتي لاخر الفيديو بلاش تتهور وتطلع تسجيلات دلوقتي، اصبر، فكر بعقلانيه. وبرضو كلام الحسن والحاج والاخواته كمان، حاولوا تفكروا بعقلانيه وكلموا محمد وربنا يهدي ما بينكم. وانتظروا الفيديو اللي جاي.